السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطريه، وهقول لكم على سر الطعم الفلاحي الاصيل وقوام الهش بطريقه بسيطه جدا بمكونات كلها من البيت. هقول لكم على كل التفاصيل والتركات. تابعوا الفيديو الاخر وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا. ويلا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. اول حاجه هنبدا بيها هي المقادير، ومعايا كيلو من الدقيق المنخول ونص معلقه صغيره من الملح، ويفضل الدقيق يبقى دقيق خاص بالمخبوزات. ومعايا كمان كوبايه نصها سمنه ونصها زيت. متوفر سمنه بلدي حلو جدا، مش متوفره برضو السمنه النباتي هيبقى طعمها حلو جدا في الوصفه دي. ومعايا كوبايتين من اللبن الرايب، ممكن تشتروا لبن رايب جاهز او لو عندكم لبن راب في البيت. انا هنا عملته حطيت معلقه كبيره من الخل على اللبن وهو سخن لحد ما قطع معايا كمان معلقتين كبار ممسوحين من الخميره، ومن معلقتين ل3 كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودره، واربع معالق كبار من القشطه اللي هي وش اللبن العادي. ومعايا كمان معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. اول حاجه في بوله هضيف تلت كوبايه من الميه الدافيه، وهضيف عليها الخميره والسكر وبقلبهم مع بعض كويس جدا، وبسيب الخميره لحد ما تنشط واتاكد ان هي شغاله معايا. بتعمل كده في الفقاعات دي على الوش. هضيف بقى اللبن الرايب، وهضيف السمنه والزيت وبقلبهم كويس جدا، وهضيف القشطه. وبجد سر القرص دي في القشطة واللبن البودرة واللبن الرايب، بيديها طعم بجد مختلف وغني جدا. هنا ضفت طبعا البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اضيف الدقيق تدريجيا. كل ده انا بقلب بالمضرب اليدوي. اول ما العجينة احس ان هي تقلت معايا هبدأ ان انا استخدم ايدي، وهضيف طبعا الملح في الاخر خالص عشان ما يأثرش على الخميرة بتاعتي. هبدأ ألمها كده زي ما انتم شايفين بأطراف صوابعي. مش هعجن فيها جامد، بس ان انا بدمج السوائل مع الدقيق. هنا العجينة بتاعتي بتبقى عجينة مطاطية ملمومة، بس مش اللي هي كتلة على بعضها كده، بتبقى استريتش كده شوية زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. هبدأ اجمعها كده واغطيها بالبلاستيك راب واسيبها لحد ما تخمر معايا. في الصيف بتقعد حوالي نص ساعة، في الشتاء ممكن تقعد ساعة، ساعة وربع على حسب درجة حرارة الجو. المهم ان انا اشوفها ارتفعت معايا بالشكل ده. زي ما انتم شايفين العجينة طرية جدا. زي ما قلت لكم الفيصل عندي في الاختمار ان هي ترتفع، ما نسيبهاش برضو تخمر وقت زيادة عن اللزوم عشان ما يبقاش طعم الخميرة باين فيها. هنا قسمت العجينة لكرات بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بنحاول ان احنا نقسمها قطع قد بعضها. هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي اغطيها مرة تانية ببلاستيك راب عشان الوش بتاعها ما يعملش طبقة كده ناشفة من على الوش. وهنا جبت الصاج اللي هفرد فيه القرص، مش مدهون اي مادة دهنية. وانا هنا هحشيها بالعجوة، فجبت عجوة مفرومة حطيت عليها معلقة سمنة على النار وشكلتها بالشكل ده كده. ممكن ان احنا نحشيها جبنة بيضة، جبنة قديمة، او ان احنا نسيبها سادة خالص. هبدأ هنا ان انا اخد اول قطعة شكلتها، مش هسيبها تخمر، انا بخلص تقطيع العجينة وابدأ باول قطعة انا شكلتها على طول. هنا فردتها بالشكل ده كده وحطيت فيها جزء العجوة، وببدأ ان انا المها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وابدأ ان انا افردها على ايدي. وبعدين ببدأ ان انا احطها في الصاج بتاعي. زي ما قلت لكم مش دهنية اي مادة دهنية، بكتفي بالدهون اللي في القرص بتاعتي. هنا زي ما انتم شايفين بفردها ازاي، برقق بس الاطراف بتاعتها واسيب الجزء اللي في النص مرتفع شوية عشان الحشوة بتاعتي ما تبانش منه. ببدأ ان انا افردها بالشكل ده كده، وبحط الحشوة والمها بالطريقة دي. بفضل ان انا شغالة بنفس الترتيب اللي بدأت بيه تقطيع العجينة، وبخلص كل الكمية بتاعتي. زي ما شايفين كده اول قطعة عملتها بدأت تنتفخ وتخمر معايا.
هسيب الصاج لحد ما يخمر. يعني بخلص الكمية بتاعتي وبعدين ببدأ ان انا اسوي، يعني بقعد تقريبا حوالي نص ساعة يختمر. دي كده الكمية بعد ما خلصتها، وابدأ اسوي اول صاج انا بدأت بيه. بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة من 180 ل200 على حسب الفرن بتاعي، سواء درجة حرارته مرتفعة أو الفرن هادي شوية. بحط رفين في الفرن وسط، رف وسط منخفض ورف وسط مرتفع. بحط الأول في الوسط المنخفض لمدة 5 دقايق لحد ما أحس إن هي أخدت لون من تحت. برفعها على الرف المرتفع عشان تكمل تسوية. ويفضل لو عندنا مروحة نشغلها، او لو مش عندنا بنشغل الشواية بعد ما القرص احس ان هي استوت. بشغل عليها الشواية دقيقة او دقيقتين لحد ما تاخد اللون الذهبي ده من فوق، وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قرص هشة وطرية وبجد طعمها تحفة. زي ما قلت لكم، اللبن الرايب مع القشطة مع اللبن البودرة، كل ده بيدي العجينة غنى في الطعم وهشاشة في القوام، وبجد وصفة تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.